ما هو جديد صفقات النادي الاهلي؟ الكل ترقب مجموعه الصفقات المتعلقه بخط الظهر. الاهلي خلاص اتملى نص ملعبه واتملى خط هجومه. صحيح. ماذا عن صفقات الدفاع؟ هو فعلا في قرار نهائي بالتدعيم الثغره الموجوده خط الدفاع والباك ليفت، وده حصل تشاور مع المدير الفني الجديد ريفيرو اللي وصل خلاص للقاهره. والراجل تقريبا توافق مع اداره النادي الاهلي واللجنه الفنيه في كل الامور، ما اختلفوش في اي شيء فيما يخص سكواد النادي الاهلي. كويس. تم الاتفاق فعلا على انه ضروره انه يكون في عنصر على الاقل واحد على الاقل موجود مع الاهلي في كاس العالم، مش بعد كاس العالم. مدافع ماشي. يتم حسمه خلال الساعات اللي جايه او الايام اللي جايه عشان يروح مع الاهلي كاس العالم. بيكهام، احمد رمضان بيكهام ظهر للصوره في اخر 72 ساعه لسبب بسيط جدا، انه اللجنه الفنيه في النادي الاهلي والجهاز الفني الحالي والكابتن محمد يوسف منقسمين على باقي المدافعين. بشكل واضح اهو، منقسمين على باقي المدافعين كلهم. مفيش ولا مدافع يا استاذ ابراهيم ولا مدافع واخد العلامه الكامله في التقييم. عشان كده كابتن محمد يوسف اقترح فكره احمد رمضان بيكهام. ولا الجزار ولا مدافع حصد العلامه الكامله، ولا ياسين مرعي ولا مدافع ماشي. حصل انقسام. مش معنى كده ان ما حدش لا، ايوه، دي حاجه ودي حاجه. مفهوم في فرق ما بين ده وما بين ده. احمد رمضان بيكهام ترشيح الكابتن محمد يوسف وتواصل معاه اكتر من مره، واحمد رمضان بيكهام موافق عشان كاس العالم طبعا. فتم التواصل مع مسؤولي سيراميكا. الاتفاق النهائي ما حصلش، باكد لك ما حصلش اتفاق النهائي، لكن يوم الخميس او الجمعه في جلسه ما بين الكابتن محمد يوسف ومسؤولي سيراميكا لحسم الصفقه. ماشي. تمام. فيما يخص محمد شكري كل الاتفاق تم. كل الاتفاق تم. ماشي. موضوع خلاص فضل توقيع العقود بالنسبه لمحمد شكري. بيكهام ما طلعش التاشيره ولا حاجه لسه حتى هذه اللحظه. ماشي. ولا لعيب من اللي بيتقال عليهم الصفقات طلع تاشيره على ذمه الاهلي. ماشي. ولا لعيب. ماشي. الاثنين الجزارين. الاثنين الجزارين. محمود بقى اللي داخل على العيد فقال لك اي جزار في الدوري هجيبه. قال لك عمرو الجزار ومحمود الجزار. ومحمود الجزار. بص، هو محمود مش عمرو. ليه بقى مش عمرو؟ لانه عمرو عليه انقسام واضح جدا داخل ماشي. النادي. عمرو البنك الاهلي. لا، عمرو المحله. عمرو المحله. ماشي. عمرو المحله ده صفقه انتهت من شهر. خلصت يعني؟ خلصت من شهر. كابتن محمود الخطيب في جلسه مع وليد خليل ومسؤولي غزل المحله في التجمع الخامس في فرع النادي الاهلي في التجمع الخامس كمان تحديدا اهو. الله. خلص الصفقه. طب الاهلي ما خلصهاش ليه؟ يعني اللاعب ما انضمش ليه؟ الاهلي ما فعلش هذا الاتفاق. ماشي. ليه؟ يعني ما بعتش الفلوس عشان فكره الانقسام اللي بقول لك عليها دي. عشان كده طلع اسم محمود الجزار البنك الاهلي. بعد الماتش اللي فات كابتن محمد يوسف بعد الماتش اتكلم مع محمود الجزار الاهلي والبنك الاهلي. ماشي. وبعد كده اتكلم مع مسؤولي نادي البنك الاهلي. حصل تفاوض بشكل او باخر. اللاعب عايز فاضل له سنه واحده في عقده محمود الجزار. عشان كده ربما يكون محمود الجزار ربما ان يتحسم الصفقه خلال 72 ساعه اللي جايه. يعني الاقرب دلوقتي محمود الجزار البنك الاهلي. بالظبط. ماشي. في لاعب انت اتكلمت عنه قبل كده بشكل مركز. زين الدين بالعيد. ايوه. انا باكد لك اهو تاني. انا زين الدين بالعيد لا يزال في دائره اهتمام الاهلي وبقوه. بشرط ان تفعيل العهد بتاع المهندس هاني ابو ريده مع مسؤول النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب بموضوع تعديل الاجانب. عبد الباسط بقى يفيدنا في الموضوع ده كتير. الاهلي منتظر تعديل الاجانب تبقى 6 في اجتماع يوم 2. ده لو حصل الاهلي مخلص كل اتفاقياته مع زين الدين بالعيد. عظيم. في لعيب كمان اخيرا ابراهيم عبد الحكيم مدافع حرس الحدود. يا مساء الخيرات، عاملين ايه يا رجاله؟ كله تمام؟ يا رب دايما تكونوا دايما كده زي الزفت وصحتكم منيله ب60 نيله يا رب ان شاء الله باذن الله يعني. طيب عندنا النهارده كلام كتير قوي عايزين نتكلم فيه، بس مبدئيا بس كده عايزين نقول ان شوبير يفتح النار. ويفتح النار على مين مش مهم، اللي مش هي دي القصه. وصل لك؟ هي مش هي دي القصه هيفتح النار على مين، اللي المهم ان هو بيفتح النار. تمام. شوبير النهارده في مقدمه تاريخيه على قناه النادي الاهلي بيحفز اللعيبه ان شاء الله باذن الله بكره نكسب فاركو ونحتفل بالدوري. وكمان عندنا موضوع تاني ان بيراميدز خلاص نوت النيه، يعني ان هو خلاص بكره لو كسبت سيراميكا هتحتفل هي كمان بالدوري. يعني بكره ان شاء الله باذن الله هيبقى عندنا 2 ابطال للدوري المصري، ودي يعني موقف او حادثه او حدث فريد من نوعه. معايا يا صديقي؟ معاك. تمام. عندنا حاجه ثالثه بقى ودي بالنسبه لنا مهمه، ان المحكمه الرياضيه الدوليه محكمه الكاس
رفضت طلب بيراميدز. يلا يا ابني انت هو يا ابني، يلا يا ابني هرش ميه يا حبيبي، العبوا بعيد، العبوا بعيد. تمام، ده ملخص يعني القرار بتاعهم. ورابع حاجه بقى والاهم، بس ناخد بق شاي. رابع حاجه والاهم ان احنا معانا المتالق دائما، المتالق دائما جينيوس اليوتيوب. يعني بص انا ما بحبش اشكر في حد كتير يعني، عشان بحس ان انا ببقى منافق شويه، ولكن بامانه ده يستاهل ان انت تشكر فيه كتير. انا راهن اذا كان اتنين منكم عارفينه. تمام. احمد عامل ايه يا باشا؟ كله تمام. صوتك واطي ليه؟ سامعني كده؟ كده سامعك. طيب تمام. عامل ايه؟ ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله بخير والله. كله تمام يا باشا. الحمد لله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، كده عايز ابارك لك على الدوري. الله يبارك فيك، بس هو لسه ايه؟ لسه يا باشا، انت تضمن بكره؟ هنكسب ان شاء الله يا عم. تضمنش تلاقي ايه؟ ده انا لسه شايف فيديو بيقول لك محمد فخري بكره قدام الاهلي. محمد فخر ماله؟ بكره قدام الاهلي وجايبينه وجاي واحد جاي عمال يرقص وبتاع وجايب جون في الدقيقه 90. تمام، ايه المشكله؟ يعني هيضيع علينا الدوري. هيضيع علينا الدوري. لا لا، انا خد مني، انا قلت لك المره اللي فاتت ان الاهلي هيكسب 2-1 البنك، ده حقيقي. وكسب 2-1. ده حقيقي. ان شاء الله باذن الله بكره الاهلي هيكسب 3-0. اوه. اوكي. وبيراميدز هتخسر 2-1. هتخسر. 2-1. ماذا لو ايه؟ فاز بيراميدز وخسر الاهلي. يبقى مبروك على بيراميدز الدوري. كل سهوله كده؟ ما بكل امانه بقى، هم يستاهلوا. يستاهلوا ايه؟ الدوري. هو بص بس هم ما ينفعش، هم يستاهلوا فعلا بس ما ينفعش ياخدوه. لا بس يستاهلوا. ده حقيقي. يستاهلوا الدوري، ويستاهلوا دوري ابطال افريقيا، ويستاهلوا كاس مصر، ويستاهلوا استاد بني سويف. معلش يا عم احمد، احنا دلوقتي الاهلي، شوف الاهلي من 2019 وقبلها بيروح يلعب في جنوب افريقيا. يوم ما رحنا تعادلنا 0-0 كنا طالعين بكولر السما لو تفتكر الماتش. اخر ماتش هم راحوا سجلوا هناك يا باشا. اول ماتش يروحوا جنوب افريقيا، مسجل في الدقيقه 90 وضغط الفرقه وعمال يضيع وبتاع. قول لي بقى شخصيه اللي هو بقى يقول لك كانوا يطلعوا على قناه الاهلي يطلع يقول لك لا اصل ده هناك عدد كرات الدم البيضاء والساعه البيولوجيه ومش عارف الفسيولوجيه، عارف انت بقى يصعبوا لك الدنيا عشان عارفين ان الناس غالبا مش هيفهموا. يبقى يستاهلوا ولا ما يستاهلوش؟ يبقى انا معايا حق يا باشا. انت معاك حق، بس بقول لك يعني ده القايمه نزلت بتاع النادي الاهلي. قول يا باشا، قول. محمد الشناوي، شوبير، مخلوف. بعدها ان شاء الله هنتوقع بقى التشكيل ونقول اللي احنا نفسنا في التشكيل، هنعمل كل حاجه يعني. قول يا باشا، قول، انا معاك. الدفاع محمد هاني، ياسر ابراهيم، مصطفى العش، اشرف داري، عمر كمال، عبد الواحد لسه راجع ده، خالد عبد الفتاح، علي معلول، احمد نبيل كوكا. ماشي. خط الوسط مروان عطيه، السليع، امام عاشور، اكرم، احمد رضا، الساعي، قفشه، طاهر، حسين الشحات، اشرف بن شرقي، وفي الهجوم جراديشار واسامه ابو علي. تمام. مدير فني عماد؟ هو لسه الاهلي ما اعلنش عن ريفير. ابراهيم فايق البارح قال لك سواء الاهلي كسب او لا قدر الله خسر هيتم الاعلان عن اسم المدرب بعد الماتش. ما هو اصلا لازم لان يلحق بقى اللي هو من يوم الخميس يكون هو اللي ماسك التمرين بقى خلاص، لان ده مفيش وقت اصلا. طب انت شايف الكلمتين اللي قلتهم دلوقتي دول اللي ابراهيم فايق قالهم ماله فيهم مشكله؟ لا اصل ده طبيعي. هو حصلت عليهم خناقه يا معلم. ايه؟ حصل عليهم خناقه. ده ليه بقى؟ تعرف انت جمال حمزه بتاع الزمالك؟ ايوه عارف. قال لك سقطه من ابراهيم فايق
ان هو بيقول لا قدر الله لو خسر. فكده واعلن عن انتمائه، وكده ابراهيم فايق اهلاوي. يعني بص، عارف اللي هو ايه؟ يعني مثلا انت بتتكلم في مثلا موضوع معين، ممكن يعني هو ممكن يكون اوقات البني ادم لسانه بيغلط، يعني فاهم اللي هو مش دايما هتلاقي كلامك كله طالع صح 100%. تمام. ما يمكن يا عم مثلا الحوار ده، يعني مثلا احنا في الطبيعي بتاعنا اي حاجه وحشه قبل ما تقولها تقول لا قدر الله. يا عم ثواني، هو غلط في ايه؟ معرفش، هو يمكن يا عم قصده مثلا اللي حد من مجلس الاداره، هو بيتكلم مثلا عن نيابه عن مجلس الاداره، فاهم؟ لا، هو ابراهيم